مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى مدينة بن حمد تهتز على وقع جريمة مروعة تجاوزت حدود الخيال وكتكشف عن موجه مظلم للغيرة والشك. هي قصة اختفاء غامض تحولت إلى جريمة قتل بشعة انتهت بتقطيع الجثة والتمثيل بها في سيناريو أقرب لأفلام الرعب، لكن هذه المرة حدث في الواقع المغربي. ومؤخرا أسدل القضاء على المرحلة الأولى في هذه القضية بإيداع الزوج القاتل وقريب له السجن المحلي ديال سطات في انتظار التحقيق التفصيلي. تبدأ القصة في شهر مايو الماضي حين اختفت امرأة بشكل مفاجئ في مدينة بن حمد. حاولت أسرة الضحية بكل الطرق على أنها تلقاها، لكن دون جدوى، ما اضطرهم إلى تسجيل شكاية رسمية لدى الجهات المعنية ديال الاختفاء. بدأ التحقيق وكان أول مشتبه بهم وأكثرهم إثارة للريبة هو الزوج نفسه. كانت رواية الزوج المتهم محكمة في البداية، فقد ادعى على أن زوجته سافرت إلى فرنسا عبر مطار محمد الخامس، وهو ادعاء منطقي كون الضحية كانت كتعيش هناك. لكن اليقظة ديال عناصر الفرقة الجنائي الولائي بأمن سطات كانت بالمرصاد. سريعا ما تم التدقيق في سجلات المسافرين لتظهر الحقيقة الصادمة: اسم الضحية وجواز سفرها غائبان تماما من سجلات المغادرين. هنا تحولت مسألة الاختفاء إلى شبهة جنائية خطيرة. بعد تقريبا 5 أشهر من البحث والعمل الدقيق لفك لغز الاختفاء ديال السيدة من طرف الشرطة القضائية لمدينة سطات، تم الرجوع إلى الكاميرات المراقبة المثبتة بجوار منزل الزوج، وتم سلك طرق كثيرة للوصول إلى الحقيقة، إلا أنه تم اكتشاف يوم الجمعة الماضي أعلنت الشرطة القضائية نجاحها في فك اللغز بشكل نهائي. تحركت عناصر الشرطة القضائية لتلقي القبض على الزوج من داخل منزله بحي النور ببن حمد. هنا انهار الزوج معترفا بجريمته البشعة وكاشفا عن تفاصيل مروعة. كشفت التحقيقات على أن الزوج قد وجه طعنات غادرة من الخلف لزوجته ثم هزها إلى الدوش ديال الدار حيث فارقت الحياة. لكن الجريمة ما توقفتش عند القتل فقط، بل طاحت عليه فكرة على أنه يمثل بالجثة ديالها، واستحضر أبشع الجريمة اللي معروفة في بن حمد على الصعيد الوطني، هي اللي قام بها هذاك المختل العقلي في بن حمد. مشى جاب منشار كهربائي وبدا كيقطع في الجثة طراف طراف. وبعد ما دار هذا الفعل الشنيع قام الجاني بجمع أشلاء الضحية في كيس بلاستيكي، واستغل سيارته الخفيفة لنقلها، حيث تخلص من الجثة المقطعة في الخلاء ورمى بالأشلاء في الغابة في محاولة يائسة لإخفاء جريمته التي ارتكبها منذ شهر مايو الماضي. وتمكنت الشرطة من حجز السكين والمنشار الكهربائي والسيارة اللي استعملت في الجريمة كأدوات إثبات دامغة. لكن السؤال المطروح: شنو هو الدافع اللي خلى الزوج يرتكب هذه الجريمة؟ شنو السبب الرئيسي اللي خلاه يرتكب هذه البشاعة؟ كيكشف التاريخ العاطفي للزوجين أنهما كانا على علاقة في الماضي، لكن تفرقت بهما السبل، وكل واحد فيهم تزوج من شريك حياة آخر وولد أولاد وما إلى ذلك. وبعد طلاق كل منهما التقيا من جديد وقرر على أنهما العلاقة ديالهما تتوج بالزواج. وكانت الضحية كتعيش في فرنسا بينما هو كيقيم في بن حمد. عندما عادت الضحية إلى المغرب في شهر ماي بدأت نيران الشك والغيرة تشتعل في قلب الزوج، خاصة أنه كان ينتظر وقت مغادرته المغرب للالتحاق بزوجته الثانية. هذا الشك القاتل هو ما دفع هذا الرجل إلى ارتكاب جريمته النكراء التي هزت المدينة مرة أخرى. في تفاصيل هذه القضية ديال الغيرة والشك اللي بيناتهم، على حسب ما نشر واحد الموقع اللي هو موقع جود، كيقول لك أسيدي في إطار المواكبة ديالو لهذه القضية كشفت مصادر على أن الزوج كانت كتربطو مع الضحية علاقة منذ سنة 2003. كانت عنده واحد العلاقة معها لمدة عام وتفرقوا، كل واحد تفرقت به السبل. مشى هو تزوج بوحدة وهي تزوجت بواحد، ولكن في سنة 2023 عاود تلاقاو، كل واحد فيهم ديك الساعة كان داخل في مشروع ديال الطلاق. وبعد ما تطلقوا
تزوجوا بعضياتهم، وبعد 20 يوم من الزواج السيدة رجعت لفرنسا. تماك بقاو كيمارسوا الجنس عن طريق الواتساب، وحط سطر تحت ممارسة الجنس، حيث القصة كلها تتمحور حول الجنس. وفي شهر ماي المنصرم عادت الضحية من فرنسا، والتحقت بزوجها ببيت الزوجية في بن حمد، فين غادي تعيش آخر دقائق الحياة ديالها، حيث أصبحت كتمارس معاه الجنس ليل نهار، وكتطلب منه يمارس معها كيف كيشاهدوا بجوج فيديوهات الجنسية. واستمر الوضع إلى غاية اليوم اللي مفروض فيه ترجع لفرنسا. قال لك سيدي طلبات منه ممارسة الجنس، وأخبرته على أنه ما مقنعهاش، وفرنسا كاين ما هو أحسن منه، وباللي هي ما كتلقاش غير بيه هو بوحده، في فرنسا كتلقى مع جوج ولا ثلاثة في نفس الوقت. السيد من يسمع هاد الهضرة ما تمالكش الأعصاب ديالو، خاصة على أنها قالت لي هاد الهضرة وهي ناعسة هي وياه في بيت النعاس في غرفة النوم. فما كان منه إلا أنه استشاط غضبا وقام بطعنها بسكين على مستوى الظهر. وملي تأكد على أنها فارقة الحياة فكر في السفاح بن حمد وداك الشيء اللي دارو، ونهج نفس الأسلوب. قام بتقطيع الجثة ورميها في مطارح النفايات، وورط معاه ولد عمو اللي شاف اللحم في السطولة والكوكوط، وقال ليه هذا غير لحم الخنزير غادي بيه الكلب اللي مربيه. وبسبب هذا الشيء اللي شاف ولد عمو حتى هو تجر معاه في لافير، لأن الشرطة القضائية أوقفته. علاش؟ لأنه ملي شاف داك الشيء شاف الدم وشاف اللحم مقطع، وما شكش وما بلغش العناصر الأمنية ليجد نفسه اليوم متهما بعدم التبليغ بوقوع جناية. هذا وبعد الانتهاء من فك اللغز وتجميع الأدلة، ماتوا المتهمان أمام الوكيل العام للملك المحكمة المختصة نهار الحد، اللي حولهم إلى قاضي التحقيق والتمس تدوين صك اتهام كيحمل تهم ثقيلة جدا. الزوج المتهم كيواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية على جثة والتمثيل بها وإخفاء شخص مجني عليه في جريمة قتل. أما قريبه فيواجه تهمة عدم التبليغ بوقوع جناية. وقد أمر قاضي التحقيق باستئناف التسطات بعد ظهر أول أمس الأحد بإيداع القاتل وقريبه السجن المحلي سطات في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معهما. وفي انتظار ما سيسفر عنه القضاء تبقى جريمة بن حمد شاهدا آخر على أن الغيرة والشك حين يتمكنان من الإنسان قد يدفعان لارتكاب أبشع الأفعال التي لا يمحوها الزمن ولا تغفرها العدالة. وعيش نهار تسمع أخبار، لا حول ولا قوة إلا بالله. متنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.